السلام عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرائدات، البرنامج الذي نستقبل فيه نساء كركوك المتميزات. برنامج رائدات هو كلمة حق صغيرة بحق أمهات كركوك اللواتي قدموا وضحوا من أجل بناء مجتمع معافي وسليم من الأمراض والعقد والمشاكل. رحبوا مشاهدينا الكرام بضيفتنا الجديدة ست عالية عباس. أهلا بيك دكتورة. الله يسلمك، اهلا بك، شكرا جزيلا. حياتي. دكتورة، أكو عندنا بعض الأسئلة اليوم استضفناك نسألها منك. منو هي دكتورة عالية؟ أنا علي عباس محمد، مدير شعبة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في دائرة صحة كركوك. نعم. من أهالي كركوك، من قومية تركمانية. نعم. والدي من أصل منطقة بقلة، عشنا هناك وكبرنا هناك وبعدين انتقلنا لمنطقة أخرى. نعم. اي نعم. دكتورة، هل تتذكرين مرحلة الابتدائية بيا مدرستك انتي، ومنو اللي باقي ببالك يا معلمة اللي حفزك وخلاك تصيرين بهذا المكان؟ أنا ابتدائية داومت، كان أكو مدرسة كركوك الابتدائية يم فلكة ساحة العمال. نعم. هسه حاليا يعني شالوها ما باقيه يعني. فاول معلمه ولا يزال يعني ذكرها ببالي سيس صافيه. سيس صافيه كانت هي المشرفه مال الصف مالتنا. طبعا من احنا ناخذ الكات انا كنت الاولى، بس ما لحقت على الجماعه حتى اخذ الهديه مالتي. فبقت ببالي، يعني تعرفين طفله وتحب الهديه هديه وهاي قبل يعني التدريس، يعني حقيقة الطالب ينطوله مكانه يعني. صحيح. وأهمية. من رحت داومت للسنة الثانية بالصف الثاني الابتدائي، أشوف جدتي تدور علي، وين علاوي وين علاوي، هيك تصيحني. صحيح. فجدتي قالت هاي الهدية مالتك مال الصف الأول، يعني أنا ضميتها إلك، فبقت بقلبي يعني هاي الهدية. يعني شوف يعني إيش قد إلى تأثير من المعلمات من يقدرون الطلاب الأوائل، إيش قد يكون إلى حافز بعد. نعم. اللي هي ما منطيتني يجوز كانت تبقى بقلبي، بس هي من انطتني ايش قد فرحت قدام الصف الثاني، يجوز القسم ما عرفهم عرفوا واني شاطره واولى. انطتني حافز بعد استمر ابقى اولى يعني بالصفوف البقيه. نعم. يعني يعني خلاك حافز ويبقى ببالك وهذا. زين دكتورة، شغل هاي المجال اللي اختاريتيه، هل انت كنت تحبي هاي المجال لو وانما يعني طلعتي معدل ورحتيها؟ حقيقة أنا بالصف السادس يعني أنا كنت مقررة، بس صار عندي ظروف صحية شوية، يعني تأخرت خلينا نقول بالدراسة. بس يعني مو قصدي إنه صبت، ولكن يعني حقيقة وقت العدوان الأمريكي كان. نعم. وأهلي رفضوا أروح يعني خارج المحافظة. نعم. فصار الاختيار من أهلي، يعني أنا كنت أحب يعني، ولكن الاختيار همينة صارت من أهلي، لأن أنا أحب مجال التدريس كلش هواية. نعم. يعني وحاليا ولو أنا دا أشتغل كمدربة يعني هم دخلت بهذا المجال، ولكن يعني كنت أحب هواية، ولكن خارج المحافظة فما قبلوا، لأن تعرفين العدوان الأمريكي ووراها ما صارت الأوضاع في بوقتها. إي نعم. فبقيت داخل كركوك والحمد لله كملت، ومشينا بهالاتجاه الصحي. نعم. اي نعم. دكتورة، أكيد زرتي كردستان، شنو رأيك بامرأة الكردستان أو هناك بها، يعني شنو رأيك؟ أنا مو بس زيارة الكردستان، أنا يعني صارت عندنا ورشات عمل هواية في مجال المرأة وحقوق المرأة، يعني اشتغلنا وياهم ودخل سوينا دورات مشتركة بالمنظمات الموجودة في سواء في أربيل أو سليمانية. وأكو مشاركات وأكو حقيقة يعني نساء يعني يشاد لهم. نعم. عاملات واشتغلوا، وحقيقة كانوا خطوة قبلنا في هذا المجال. احنا يعني مؤخرا تعرفين يعني البرامج دخلت يمنا، هاي البرامج اللي خاصة بشؤون المرأة وتمكين المرأة. فهم كانوا سابقين بخطوة، وحقيقة تعرفنا على طبيبات، تعرفنا على مدربات يعني موجودات، وما شاء الله عليهم يعني السيدات مجتمع حالهم حال بقية السيدات موجودات في العراق، يعني مكافحات مناضلات مجاهدات. تعرفنا على قسم من عندهم، وتعرفنا على قسم من
المناطق اللي تعرضت لاحتلال داعش. فيعني شفنا نساء. نعم. نعم. دكتورة عليا، بما أنه هم تشتغلين بهذا المنصب، هواية نشوف بآخر الأوان يعني كحقوق المرأة كثرة الطلاق اللي جاية تصير بالمجتمع. شنو اللي العرقلة اللي تشوفيها حتى يوصل لحالة الطلاق؟ يعني هي السؤال حقيقة هي جملة صح؟ نعم. ولكن إذا تيجين للأسباب يعني لو نألف عليه كتاب أتوقع ما يخلص. نعم. لأن الحقيقة هي مشكلة هسه متواجدة ولازم نعترف بها. لأن مقابل أي زواج، خلينا نقول إذا 1000 زواج مقابله أكو الثلث دا يتطلقون. أسبابها كلش هواية. نعم. أولا يعني الزواج المبكر، زواج القاصرات، أسباب اقتصادية، انفتاح السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، كلها إلها يعني أسباب لها تأثير. نعم، تأثيرات كلش هواية ودي يؤدي إلى الطلاق يعني مباشرة. يعني ماكو صبر، يعني خلص هاي أي حل ما عندهم. يعني خلينا نقول مدى يتدربون أو مدى يتربون شلون يواجهون المشاكل العائلية أو الزوجية اللي يصير. فأول مشكلة يواجههم رأسا يتجهون إلى ناحية الطلاق دون الرجوع إلى الحلول الأخرى. فيعني أسبابها كلش هواية. يعني إذا نقول التواصل الاجتماعي موضوع لا يعني ما نخلص من عنده. واحدة من عدة الابتزازات الإلكترونية. يعني أسبابها كلش موجودة، وحاليا نعاني من الطلاقات الزيادة. الحلول إلها موجود إذا نخدت بها. احنا بحاجة إلى مراكز مشروعة قبل الزواج، طبعا موجودة في هواية دول وموجودة في مجتمعات العربية خاصة في الشرق الأوسط. إذا هيك مراكز يعني اللي يقدمون على الزواج ما يحصلون عقد الزواج إذا ما يعبرون هاي الورشات التدريبية اللي يأهل الرجل والمرأة، مو بس المرأة، الرجل والمرأة، إنه شلون يواجهون الحياة ومشاكل الحياة وشلون يحافظون. لأن الضرر مو بس لهم، الضرر بالأطفال اللي يجون. نعم. يعني المشكلة نعاني بها على مستوى العراق وليس فقط كركوك. نعم. شنو النصائح اللي تقدميها للشابات المقبلات على الزواج اللي يريدون؟ يعني النصائح اللي تنطيها أنت. الاختيار الصح. نعم، بس الاختيار الصح. اي نعم، الاختيار الصح وعدم تقديم التنازلات. يعني هاي كلش مهمة. ليش أقول الاختيار الصح؟ لأن إذا أكو توافق من البداية أكيد راح يكون النهاية هم. أي شيء ينبني على أساس صح يكون نهايته صح. أي شيء ينبني على أساس غلط. نعم. ليش دا أقول لا يقدمون تنازلات؟ يعني مثلا ابنية بثالث متوسطة تداوم، دا يقدمون لها الإغراءات من المادية خلينا نقول. نعم. أو مثلا تسافرين وتطلعين وتفطرين وتلبسين، كل هاي الإغراءات تخليها تتنازل عن التعليم اللي هي الأساس. يعني البنية بدون التعليم يعني هي فاقدة السلاح الأساسي في حياتها. الشهادة أهم شيء. نعم، الشهادة، والشهادة يضيف لها وليس ينقصها. يجوز إذا هي إنسانة متعلمة وشايفة الحياة تحافظ على بيتها بشكل أحسن، وتحافظ على زواجها وعلى أولادها بشكل أحسن. فلا تقدم تنازل مثلا تبطل على مود الزواج. نعم. إلا في حالات ضروريات. يعني ما قصدك ما تتنازل عن حقوقها على مود نعم. الزواج. نعم. لأن مهما نعم. يكون راح يكون الشهادة هي سلاحها بالمستقبل. أكيد أكيد. نعم. دكتورة عالية، أكو بعض الصور وثقناها من حياتك، ممكن نشوفها؟ هاي الصور أين كان هذه الصور دكتورة عالية؟ هاي من ضمن الحملات اللي احنا نشتغل بها. احنا عندنا حملات سنوية مثل شهر التحدي بسرطان الثدي، ننسق ويا الدولة ونشتغل بها توعية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي. خلال اكتوبر الوردي هاي السنة اللي فاتت سويناها على مستوى الإعداديات، سويناها على مستوى الجامعات، سويناها على مستوى دوائر الدولة. شهر كامل احنا نرصد بها هاي الحملات، لأن أنت تعرفين المناسبات الصحية الغاية منها توجيه النظر للمشكلة الموجودة، ومع زيادة السرطانات وإصابة سرطانات الثدي بالخاص اللي كثرت بالآونة الأخيرة. فإحنا نقوم، وقسم من الصور هي دورات تدريبية إحنا بدنا نشارك بها، أو إحنا كمدربين نقدم هاي الدورات. في الآونة الأخيرة يعني قدمنا تدريبات ل
90 من ممثلي دوائر الدولة اللي عاملات في مجال تمكين المرأة، لأن شعب تمكين المرأة خلينا نقول موجودة في كل دوائر الدولة. قدمنا لهم تدريب حول التنمية المجتمعية، حول تمكين المرأة، حول المواضيع العنف الأسري، حول مواضيع اللي يزيد من أو يأهل العاملة في هذا المجال شلون يعني كقاعدة أساس يكون لها. اشتغلناها مع قسم تمكين المرأة، حاليا هي قسم شؤون المرأة والأسرة والطفل وذوي الجرحى والشهداء في المحافظة، اشتغلنا وياهم. وهاي واحدة من الصور في شركة الحفر. نعم. أيضا قدمنا دورات ندوات توعوية للعاملات والموظفات. نعم. في شركة نفط الشمال، في شركة الحفر، يعني دخلنا كل المجالات حتى ندرب النساء العاملات. نعم. نعم. دكتورة، بما انه هلقد انت تعبانه بشغلك، شلون تقسمين الوقت ويا الاهل، يعني الاوقاتك وقت ويا اطفالك اذا كانوا موجوده، طبعا نحب نعرف، ويا عملك شلون تقسمين؟ قسم الأطفال أنا تعرضت للحادث في حياتي العملية يعني. الحمد لله أطفال ما عندي، ولكن الحمد لله يعني دوامي أنا من نوع كلش ملتزمة به. يعني مرات أبقى لتالي الليل. أنا تعرفين هسه معظم الجروبات الرسمية عبارة عن تواصل اجتماعي واتساب، فابقى هاي واحضر شغلي يعني تعرفين هسه الحياه اللابتوب الهاي انت وياك 24 ساعه. وضمن هالمجال مثلا انا عندي المغربيه 3 ساعات انا هاي مخصصه لوالدتي، يعني اروح يمها وبعدين ارجع للبيت اكمل الشغلات البقيه. نعم. يعني نعم. حلو مخصصه وقتك. نعم. اكو هوايه يقولون لا ما نقدر نلحق يعني صراحه بين البيت وننطي اوقاتنا واحنا العمل هوايه او ننطي للاهل، يعني هو تقسيم، هو صح. صحيح. شوف الموظفه يعني انا اشوفها حقيقه انسانه تعبانه في الحياه. صحيح. يعني تعرفين احنا مرات من الليل نحضر الاكل. صحيح. يعني مرات يقولون انتم ايش عندكم تلبسون تطلعون وتروحون، لا الحياه لا كلش ورديه. يعني احنا قبل يوم نسوي نطبخ. صحيح. وعلى ما نرجع للدوام احنا ترى وقت العصر نرجع. يعني على ما نحضر الغداء، وتعرفين المسؤوليات الزوجيه موجوده. نعم. والبيت والتنظيف. نعم. انت حتى لو نفر يحتاج تنظيف، نفر يحتاج تعرفين البيت ومشاغل البيت. ويبديك العشاء، وبعدين اتفرغ شويه مثل ما قلت لوالدتي وارجع اكمل شغل الدائره همينه. يعني اكمل مرات بالليل، يعني اتراسل ويا جماعتي ونكمل شغل. هم تعبانه. اي نعم. اي نعم. هو هذا حياتنا تعودنا عليها. هي عموما التسارع الموجود في الحياه هي كنا هيك. حتى الزوج نفس الحياه عايش، واحنا نفس والاطفال ويانا هم هيك عايشين. نفس الشيء. صحيح. نفس الشيء. من يصير لك اوقات فارغه دكتوره علي شنو تحبين تسوين كهوايه؟ يعني رسم، ان كان طبخ، او شنو تحبين يعني تسوين؟ احب الطبخ كلش، ولكن احب اسافر يعني اطلع. يعني انا من نوع الشاق اللي اطلع حتى لو خارج المحافظه بشويه وارجع. يعني نعم. شويه انفه، يعني ما اقول لك اني شويه تنفيذ اسبوع كامل. نعم. انهك روحي تماما. نعم. بس نهايه العطله لازم يعني عندي زياره، لو اطلع الاهلي، اطلع لاخواتي، اروح زيارات. نعم. او اطلع خارج المحافظه حتى لو كم ساعه. نعم. يعني انا احب اطلع اشوف الخضار، اشوف شويه يعني فريشمنت وارجع للشغل. لا الشخص يحتاج صراحه. نعم. مو لازم يكون بس بيت وشغل، لازم وحده تتنفس. أكيد. يعني أكيد. نرجع للصور نشوفها. هاي الصور دكتورة. هاي حملة طلعنا على الأطفال الشوارع. حملة. فأي نعم اشتغلنا بيها يعني. وهاي صورة، لا هاي حضرنا على تغيير المناخ في إقليم كردستان. كان فد مؤتمر حضروا به من ممثلين من دول الجوار وحتى على مستوى الأوروبي. فكانت مؤتمر على وضع المناخ في العراق. نعم. نعم. حاليا انتم يعني تشتغلين منصب الحقوق كمرأة، شنو اللي تواجهينه او
لتتمكنين من أجل مساعدة المرأة يعني؟ احنا شعبتنا يعني هي شعبة مستحدثة، يعني صار لها أقل من 3 سنوات، ولكن يعني الحمد لله احنا السيد المدير العام والأطراف كلش داعمين إلنا. حققنا إنجازات كلش، سوينا بازارات دعمنا بها النساء العاملات يعني على مستوى المجتمع. طلعنا حملات توعوية سواء على المستوى المناطق، سواء على مستوى المؤسسات الدولة أو مؤسساتنا الصحية. اشتغلنا، آخر حملة قمنا بها هي مساعدة المرأة الفلسطينية حسب مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء اللي دعا بها، أطلق المبادرة دعم المرأة الفلسطينية. فالحمد لله احنا كنا المحافظة الأولى في إيصال المساعدات إلى أمانة العامة لمجلس الوزراء، طبعا بتوجيهات من السيد وزير الصحة وقسم شؤون المرأة في وزارة الصحة. والحمد لله احنا كدائرة صحة كركوك كنا سباقين قبل كل الدوائر وقبل كل المحافظات أيضا. يعني وصلناها قبل المدة الحمد لله وبكميات لا يستهان بها من كل المؤسسات، سواء على مستوى المؤسسة سواء على مستوى الفرد. يعني كوادرنا الطبية والصحية شاركوا بها، وصلناها للأمانة العامة الحمد لله. يعني هاي آخر حملة قمنا بها. نعم. دكتورة عليا، شنو الكلمة الأخيرة اللي تقدميها للنساء لكي يكونون نساء قويات أكثر؟ والله أأكد على الصحة النفسية. الصحة النفسية كلش مهمة، لأن احنا شوية عندنا نخجل نحكي بالصحة النفسية اللي هي يعتبر الصحة التراكمية احنا نسميها. يعني شيء تنقهرين عليها إذا ما يبين اليوم بس وكم سنة راح يبين. فأنا دائما أقول لا توقفين عند أي مشكلة، اطلب المساعدة بس من الأشخاص اللي أنت تثقين بهم. وده تعرضت لاي ابتزاز لا سمح الله، لان هسه المشاكل المجتمعيه كلش هوايه. احكي، لا تسكتين عنها، لا تعطين مجال احد يبتزك، ولا تتنازلين من حقوقك. واهم الحقوق التعليم. التعليم أهم التعليم شيء. نعم. شكرا لنصائحك ولحضورك هنا ست عالية، احنا نشكرك هواية، نورتينا. نهاية البرنامج من كادر فضائيات كركوك، كل الاحترام والتقدير، نشكر متابعتكم ومع السلامة.